بصوا بقى يا جماعه التركايه دي، كاوتش الميه طبعا بص عامل ازاي، وهنا ده معمول له وصله كاوتش اللي هي اسمها حرف الزد. ده من فضل ربنا علينا والله ان انا شفت حاجه زي دي. بص بقى هنا يا حاج، بص هنا الكاوتش عامل ازاي. الكاوتشه اللي هي حرف الزد دي اللي هي قدامي دي بتبقى اول واحده يمت هنا، ودي بتبقى هنا. الكاوتشتين مقلوبين، وعشان الكاوتشتين مقلوبين يعملوا معاك احلى حوارات في السخونيه بتاعت المكنه. يعني كده خلف معاك الراجع يعني دوره الميه خلفت معاك. كاوتشتين عليهم عامل كبير في دوره الميه. انا مش بصور لك الفيديو عشان خاطر ان الكاوتشه مقطوعه ولا كده. وبالمناسبه دي اسمها كاوتشه مسلوبه. انا بصور لك الفيديو عشان اوريك ان الكاوتشتين مقلوبين مكان بعض، يعملوا احلى سخونيه في المكن، احلى سخونيه. ده الحمد لله اللي انا شفتهم. كده كده براجع على كاوتش الميه بفضل الله. خدوا بالكم كويس، كاوتشه اللي هي من تحت طالعه فوق في المكنه العلويه اللي فوق بتبقى اليمه اللي هي يمه الكرسي اللي جنب السواق، اليمه اللي هناك كده. والكاوتشه اللي هي من الشجره لتحت اللي هي دي بتبقى في النص. هات دواسه وبص على عربيتك مش هتخسر حاجه. عيب زي ده اهو ممكن يخليك تلف حوالين نفسك وتصرف بدل ال1000 2000 و3 و5. واتمنى اكون فدتكم يا رب يا جماعه. التقدير يا اخواتي بالله عليكم.